مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري هاوس. لاول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزنا نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده قصه حياه فنان في دقيقه، وفناننا النهارده من نوع مختلف، اسكندر منسي. ولد في 12 اكتوبر 1910 وتوفى في 14 نوفمبر 1989 عن عمر يناهز 79 سنه. هو ممثل مصري اتولد في القاهرة. بدأت حياته من مسرح نجيب الريحاني. اتجه للسينما في أدوار بسيطة جدا، من أهمها فيلم أم العروسة مع الراحل عماد حمدي وتحية كاريوكا. وطبعا ما ننساش المشهد بتاعه تحفة جدا. وفيلم سي عمر ليتصدر بعدها قائمة الممثلين المشهورين في عدد ضخم من الأفلام الكبيرة التي بلغ عددها 90 فيلم. كان أشهرها رد قلبي، 30 يوم في السجن، سيدة القصر، السفيرة عزيزة، أنا وهو وهي، مليونير. وكانت آخر أفلامه الوحش، داخل إنسان، إعدام طالب ثانوي، معجزة من السماء، سفيرة عزيزة، لن أعترف، حاد الشرف، الوالدين، الأيام، بعد الضياع، ضاع العمر يا ولدي، مسافر بلا طريق، العتبة الخضراء، والعتبة جزاز، والراجل ده هيجنني، ظلموني الناس، العريس التاني. المعروف عنه انه كان ابن الفنان الراحل منسي فهمي. وشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، لان قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة. وسلام عليكم.